حضرتك بتشتكي من استخدام ايدك فوق مستوى الرأس في صعوبة وفي آلام وفي أيام مش بتعرفي ترفعي فيها دراعك أصلا، أو حضرتك في مدى حركي في ألم بس بتعرف ترفع دراعك، بس مع أي وزن ما تعرفش ترفع دراعك. ده يرجعنا لسؤال الفيديو اللي فات: وعيك بالتمزق الجزئي لمشكلة السوبراسباينيتس تندون أهم ولا وعيك بالتمزق الكامل؟ خليك مركز معايا في الفيديو ده علشان هقولك على شوية علامات بتحصل عند معظم الناس اللي بتقول عندهم تمزق جزئي. أول علامة إن الألياف السطحية للوتر بتتنسل زي ما بتنسل اللحمة بالظبط من بعضها، وده بيمنع انتقال القوة أو بيبقى فيه ضعف في انتقال القوة بشكل كامل من الوتر إلى رأس العضد وإلى الذراع. في مرحلة تالية بيحصل بسبب التنسيل فراغات ومايكرو جابز بين الألياف وبين بعضها، ده يؤدي إلى منع انتقال القوة من الوتر إلى العضد وإلى الذراع. وده بالمناسبة اللي بيفسر حضرتك بتعرف ترفع إيدك بصعوبة بس ما تعرفش ترفعها مع أي وزن. نروح كمان للمشكلة الثالثة اللي بتحصل: الكولاجين داخل الوتر بيتحول من النوع الأول القوي إلى النوع الثالث الضعيف. كمان في منطقة اسمها الكريتيكال زون هتظهر قدامك دلوقتي، دي أضعف نقطة وأكثر نقطة عرضة للتمزق الجزئي لوتر السوبراسباينيتس، بيحصل فيها ضعف في التروية الدموية. الأبحاث بتتكلم عن إن التمزق الجزئي بيفضل ثابت مش بيزيد. طيب إيه اللي بيزوده؟ إن حضرتك تعمل حاجة من ثلاثة: أوفرلود على الوتر، أو حركة مفاجئة للوتر، أو استخدام الإيد فوق مستوى الرأس باستمرار. إيه مشاكل استخدام الإيد فوق مستوى الرأس؟ مع الضعف اللي اتكلمنا عنه بتنهار القوة للوتر بشكل تدريجي، وبتبدأ عضلة الدلتويد تشتغل مكان عضلة السوبراسباينيتس، وتبدأ بقى رأس العضد تخبط في سقف المفصل، وهنا بتتسرع الوتيرة للتمزق الجزئي إلى تمزق كلي. إيه العلامة الواضحة اللي تقول إن أنت حالا عندك تمزق جزئي؟ ألم عند رفع الذراع لحد 30 درجة مع ضعف في المقاومة، مجرد ما تعمل مقاومة بيظهر ألم جامد أو إيدك أصلا بتقع منك. طيب إيه هي العلامات اللي موجودة مع العلامة دي؟ يبقى أنت فورا لازم تحل مشكلتك لأنها داخلة في تمزق كلي. ده اللي احنا هنعرفه مع بعض إن شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.